السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نتكلموا على خطة المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر. فشنو هو الهيدروجين الأخضر؟ الهيدروجين الأخضر هو وقود خفيف عالي التفاعل من خلال عملية كيميائية كتعرف باسم التحليل الكهربائي. كتستخدم هذه الطريقة التيار الكهربائي لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء باستخدام الكهرباء المتجددة مثل الشمس والرياح. وفق المجلس ديال الطاقة العالمي World Energy Council كتعتبر المغرب من الدول الست في العالم اللي كتملك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والمشتقات ديالو. هذا غادي يخلي المغرب وغادي يأهلها للاستحواذ على 4% من السوق العالمية بحلول عام 2030. والسبب هو أن المغرب كيتمتع بموارد طبيعية كثيرة مثل الشمس، الرياح والماء. خطة المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر كتهدف لتوليد 4 جيجاوات من الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030 و6 جيجاوات بحلول عام 2035، وغادي تستخدم هذه الكهرباء لإنتاج الهيدروجين الأخضر طبعا. فالهيدروجين الأخضر كيتستخدم في العديد من المجالات مثل صناعة السيارات والطيران والطاقة، وغادي يؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحسين الجودة ديال الهواء. فإذا كان المغرب استطاع أنه يدير خطة وينتج الهيدروجين الأخضر، فهذا كيعني أن دول أخرى كيمكنها أنها دير نفس الشيء، وهذه خطوة غادي تخلينا نعيشوا في عالم نظيف وصحي خالي من انبعاثات الكربون. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، كنتمنى أنه يكون نال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة باش تدعمونا وتخليو كومنتيرات إيجابية.